مساء الخير على كل متابعينا متابعي استثمر في العاشر. الناس دلوقتي ملهاش سيرة غير اف بي سي. ايه حكاية اف بي سي؟ وبما اننا صفحة استثمار، فانا عايزة اقول لكم الحكاية من اولها. اف بي سي دي منصة على الانترنت، ظهرت فجأة، يعني ظهرت في نهاية 2024. بس فعليا هي كانت مفعلة في شهر يناير 2025. المنصة دي ظهر ليها اعلانات كتير قوي على تليجرام، وعملوا موقع، ومن الموقع ده تقدر تحمل منه ابليكيشن. هي اصلا اسمها فيوتشر براند، واختصروا في اف بي سي. ده ابليكيشن انت المفروض بتنزله عندك على الموبايل، ومن خلاله تقدر تعمل اعلانات، يعني تعمل لايك على اعلانات، تعمل شير للفيديوز، يعني كل ده مقابل ان انت تاخد ارباح. بس الشركة اللي عملت الموقع ده قالت ان انت لازم تحط مبلغ علشان تقدر تاخد ارباح. يعني ان انت تحط فلوس، يعني ان انت تدفع مثلا 2000 أو 3000 جنيه مقابل ان انت تاخد ارباح يومية. وبدأوا في الانتشار. هي طبعا بدأت في الأقاليم، وبدأت يعني في محافظات، في طنطا، سمنود، المحلة. في كلام كتير ان اللي بدأ الموضوع ده صح واحد من البحيرة. الفكرة بقى ان انت في المنصة دي، ان هي انتشرت بشكل كبير قوي، ان انت بتحط مبلغ فيها وتبدأ مهام كبيرة. ان انت تعمل شير، ان انت تفتح فيديو، ان انت تشارك في تعمل تشارك الاعلانات، تعمل لهم لايك. وكل ما تزود، يعني كل ما تشارك اكتر كل ما تاخد فلوس اكتر. الموقع ده الشركة دي بدأت تكبر، وبدأ كتير ناس تعرف، لحد ما وصل ان هي وصلت لأكتر من 1,000,000 شخص مشترك في المنصة دي. ومن خلالها الناس كتير دفعت فلوس. المنصة دي جمعت حوالي 6 مليار دولار، يعني نصبت على 1,000,000 شخص في 6 مليار دولار، واستولت عليهم، واختفى صاحب المنصة، ودلوقتي محدش عارف اي حاجة عنه. آه، دلوقتي ان الفلوس ان انت بتحط، بعد ما بتحط الفلوس، ان هي بتقعد تتضاعف. يعني كانت عبارة عن باقات، عبارة عن مستويات، كنت كل مستوى بتاخد منه فلوس حوالي 490 ألف، 490 جنيه في اليوم. ربح مقابل 5000 دولار، 5000 جنيه. دي كانت مكافأة. طبعا في ناس طمعت، وناس أرباح سريعة، وناس يعني من غير ما تشتغل بتاخد ربح. وده طبعا يعني طول ما النصاب موجود، طول ما الطماع موجود النصاب موجود برضه. كانت عبارة عن طمع وأرباح سريعة، فالناس استسهلت لدرجة إن في ناس باعت كل حاجة، كل ما تملك، علشان تشارك في المنصة دي وعلشان تحقق ربح. الباقات بتاعتها كانت هي عبارة عن باقات، وكانت عبارة عن مستويات، يعني مثلا جي 1 وجي 2 وجي 3. وكنت انت كل ما تدفع اكتر كل ما تعلى المستوى اكتر، وكل ما تاخد ارباح اكتر. وده طمع الناس ان هي تحط فلوس كتير. يعني واحد مثلا بدل ما كان بيدفع حاطط فلوس ب11,000 مثلا، زود ل15 و16,000. وفي ناس وصلت ل50,000، ولدرجة ان استولى على صاحب الشركة ده، استولى على 6 مليار دولار، نصب على حوالي 1,000,000 شخص، والناس دي ما خدتش فلوسها. بعد كده هو برضو بدأ يطمع الناس، وبدأ عمل ان انت زي التسويق الشبكي، ان انت كل ما تجيب عملاء كل ما هتبقى ليك ارباح اضافية اكتر. يعني جي 1 جي 2 جي 3، يعني انت بتتنقل من يعني من مستوى لمستوى اعلى كل ما تجيب ناس، وده طبعا بيزود ارباحك. ده طبعا بيفكرنا بكيو نت، اللي هي التسويق الشبكي. لما كانت شغالة وكان في ناس بتجيب ناس تانية وبيكسبوا منها ارباح. ودي كانت وصلت ان انت بتاخد نسبة عليهم، ولو وصلت ان انت جبت 100 شخص كنت بتاخد عليهم مكافأة 18,000 جنيه. وفعلا الناس بدأت تكسب، وناس بدأت تجيب، والموضوع انتشر جدا في الأقاليم، والناس بدأت تتوسع. بدأوا يعملوا عزومات، وبدأوا يعملوا حفلات خيرية، وبدأوا يلموا فلوس من ناس، فلوس كتير من ناس كتير.
للأسف بعد كده المنصة أعلنوا إن هي اتهكرت، وبعد كده المنصة وقفت عن العمل، وبعد كده محدش عارف عنها أي حاجة. من شوية كان في خبر إن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية قبضت على واحد بالتعاون مع مباحث البحيرة، وهو يعني قالوا إن هو أحد المتهمين في القضية بتاعة FBC. طبعا ناس كتير حررت بلاغات، وناس كتير يعني عملت محاضر، وناس كتير قالت ان شقة عمرها ضاع في لحظة. يعني ناس كتير دفعت مبالغ كبيرة، ناس كتير كانت عايزة تجهز بناتها، عايزة تاخد فلوس إضافية، تاخد أرباح، ربح سريع. يعني انت ما بتعملش حاجة، كل الموضوع ان انت قاعد بتعمل شير او تفتح فيديو او تعمل لايك على اعلانات، وده كله بيبدأ ان انت تحط لك أرباح إضافية، وده طبعا ربح سريع. يعني موجود. الناس طمعت، والناس حطت فلوس كتير، والناس باعت كل حاجة، كل ما تملك، علشان ان هي تاخد ربح سريع. الناس ما خدتش فلوسها، والناس حررت محاضر، وناس كتير تعبت بسبب الموضوع ده. وناس كتير يعني حطت كل حاجة، كل ما تملك شقة عمرها زي ما بيقولوا، علشان الأرباح. طبعا وزارة الداخلية بتبذل جهد كبير انها تدور على يعني انها تمسك الناس المتورطين في منصة FBC، وهيتم اكيد تقديمهم للعدالة، والناس تاخد حقها. بس يا جماعة لازم احنا نتحرى قبل ما نحط فلوسنا في حاجة احنا مش عارفينها. يعني ما ينفعش ان انت تحط فلوسك في منصة انت ما تعرفش عنها حاجة، لمجرد ان هي ربح سريع وان انت هتاخد فلوس اضافية. ده ما ينفعش. لازم تتحروا الدقة، ولازم تعرفوا انتوا بتحطوا فلوسكم فين. وبعدين اللي عايز ربح مقابل مثلا ان هو يسيب فلوسه، دلوقتي البنوك عاملة بفوايد 28%. يعني تقدر تحط فلوسك في البنك وتاخد عليها فايدة 28%. بس ده يعني ده كل الموضوع على ال FBC. اسمها فيوتشر براند، اختصارها FBC. كل الناس بتدور عليها من امبارح. ان شاء الله هيمسكوا المتهمين في الموضوع ده، واكيد هيتم تقديمهم للعدالة، وان شاء الله الناس تحاول تاخد فلوسها. بس يا ريت الكل يتحرى الدقة قبل ما يحط فلوسه في اي مكان. المنصات دي انتشرت بشكل كبير في الفترة اللي فاتت، وانتشر اعلاناتها على تليجرام وعلى تيك توك، والناس للأسف طمعت فيها لان هو ربح سريع وانت ما بتعملش حاجة. وكمان بيجيلك فلوسك على فودافون كاش من غير ما تعمل اي حاجة، لمجرد ان انت بس بتعمل شير او تفتح فيديو او تعمل لايك على اعلان. بمجرد كده ان انت تاخد فلوس، بس في مقابل ان انت تحط فلوس قصادها علشان تقدر تاخد ربح. ده طبعا طمع، ودي ارباح سريعة. ويعني نتمنى ان محدش يتعرض للموقف ده، ونتمنى ان مفيش حد يكون غامر بفلوسه وحطها في مكان مش معلوم. وإن شاء الله يعني هيتم القبض على باقي المتهمين وتقديمهم للعدالة. وإحنا من هنا بنناشد إن أنت ما ينفعش تحط فلوسك في أي مكان أنت مش عارف عنه أي حاجة. لازم تتحروا الدقة قبل ما تغامروا بفلوسكم، وقبل ما تحطوها مع ناس، وقبل ما تسلموها الناس انتوا مش عارفين هي بتجيب أرباح منين. دي كانت قصة FBC، واتمنى ان انتوا تتابعونا على الصفحة وتعملوا لها لايك، والناس اللي مش عاملة لايك تعمل لايك على الصفحة علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم، وتابعوا استثمر في العالم.